البنوتات اللي كيعانيو من النحافة المفرطة أولا من انخفاض شديد في الوزن بالأخص في الشهر المبارك، فاليوم جبت لكم اللحسة الصحراوية ببذور الأكبي خطيرة في التسمين، مصوبة من مجموعة من المكسرات تقريبا أكثر من 30 مكون بطريقة زوينة بنينة وكتجي غزالة. أجيو شوفوا معايا الطريقة والمقادير. فأول حاجة هنا غنشارك معاكم المكونات اللي أنا غندير في هاد اللحسة، فيها كاع المكسرات اللي نتوما كتعرفوا أنهم كيزيدوا في الوزن، مجموعة من الأعشاب ومجموعة من البذور اللي كتعاوننا نزيدو في الوزن بطريقة زوينة وكتعاوننا أننا ناكلو كيفتحو الشهية، وكذلك كتعالج لينا فقر الدم، كتعالج لينا البومزوي، كتعالجنا بزاف ديال الحوايج. اليوم غنشارك معكم المكونات ديالها اللي من بيناتهم كاين الزنجلان، الصوجا، كاوكاو، اللوز، الأكاجو والكركاع، إلا بذور القرعة والزريعة ديال السودا أولا زريعة نوار الشمس، كاين حبوب اللقاح، العدس الأحمر، الكوفيو ديال الذرة بطبيعة الحال، كاين الكشيرة، حب العزيز، النافع، حبة حلاوة، كاين الفوة، كاين البكبوكة، كاين الحلبة. بالنسبة للزرارع فهنا خدمت بالزريعة ديال الخيزو، الزريعة ديال الكرافس، وكذلك خدمت بالشوفان وبزريعة الكتان. عندي هنا طلع النخيل تا هو كذلك. وبالنسبة باش جمعت هاد الخليط كامل فكان عندي الذروة ديال الجمل، كاين نوتيلا، كاين زيت الزيتون اولا زيت العود، وكاين العسل اللي خدمت به انا هنا، كاين العسل ديال الليمون، سمحوا لي على صوتي اليوم شويه عيان. وكاين كذلك الكراميل، فكانوا هادو هما المكونات اولا لا حسبتهم ما تلقاو اكثر من 30 مكون اللي كنخدم به هاد الوصفه. فهنايا هاد المكونات كلهم اللي كتشوفوهم نقيين بليله قبل، او شي حوايج تغسلوا فيهم وتحمروا كلشي داخل الفران باش يتحمر. فهنا غندوز نحضر معكم الطريقه باش غادي نخدموا هاد المكونات هادو. فاول حاجه غادي نبدا هنايا بالشوفان. الشوفان حتى هو راه معروف الا تبعتوه غادي يزيدكم في الوزن بطريقه صحيه وامنه، وبهذه الطريقه كنكون وريتكم طريقه باش كنصاوب اللحسه انا شخصيا، وبهكا كتكونوا نتوما عارفين اش كتاكلوا ولا اش خديتوا من عندي، وكنكون حتى انا شاركت معكم الوصفه باش هكا تكونوا مرتاحين. فاول حاجه خدمت هنايا الشوفان، اول حاجه طحنته مزيان حتى ولي لي على شكل دقيق، وغادي نغربلو باش ما يبقاش ليا حرش ويكون ديك اللحسه هكا كتحسوا بها قاصحه. فمن الاحسن انكم تغربلوا المكونات اللي خصها تغربل. هنا عندي الكوفيو ديال الذره، حتى هو راه خطير في التسمين البنات بطريقه طبيعيه كما قلت لكم. وهاد اللحسه هادي اللي كنصاوب انا يعني كنخدمها بايدي، ما كنزيد فيها حتى شي اضافات من غير هادشي اللي كتشوفوا. العدس الأحمر البنات راكم عارفين الفوائد ديالو، بالأخص في علاج فقر الدم، وكذلك في بومزويلة هو ولا الفوة، فتا هو غادي نطحنوه مزيان. تا هو راه كنت رحيته شوية، حمرته واحد شوية باش ما كيبقاش داك المذاق ديالو خضر، وكتغربلوه. كذلك عندنا الصوجا، عندنا الحمص حتى هما بنفس الطريقة، كلشي تيكون محمّر وكيطحن وكيتغربل باش هاكا كنستخلصوا غير هذاك الدقيق ديالهم. صافي من بعد ما غادي نكمّلوا هادشي اللي غادي يطحن أولا غادي يتغربل، غندوز باش نطحن معاكم الحويجات اللي غادي يبقاو هاكا مهرمشين، اللي من بيناتهم غنديروا كاوكاو، غنخدموا اللوز، الكركاع والكاجو، هادو كلهم غير كنهرمشهم وكنحطهم، وبطبيعة الحال كما قلت لكم حتى هما راهم محمرين، يعني فاش تاكلوا اللحسة كتحسوا بهاديك التقرميشة ديالهم الداخل ديالهم وانتم كتاكلوا، كيعطيو واحد المذاق حسن. فكنبقاو حتى كنطحنوهم كاملين، أولا كما قلت لكم غير كتهرمشوهم واحد شوية. وكذلك هنا غندوزو الزريعة ديال القرعة، وكذلك الزريعة ديال نوار الشمس أولا الزريعة الكحلة كما كنقولوا، كنطحنوهم حتى هما. عندي النافع وحبة حلاوة حتى هما غنطحنهم مزيان. كاع المكونات اللي كتشوفوا من هنا كلهم طحنتهم. هنا عندي بودر الأكبي تقريبا نص كيلو اللي كانت فيهم، هنا زريعة الكرافس وزريعة خيزو، عندنا الفوة كما قلت لكم اللي خطيرة بالنسبة للناس اللي عندهم فقر الدم، وكذلك عندي البكبوكة البنات، البكبوكة اللي ما كيعرفهاش فهذا هو الشكل ديالها. واول حاجه كنديروها هي كنغسلوها باش نحيدو منها واحد شويه ديال التراب، كتكون فيها واحد الكحوليه حتى هي كنحيدوها ومن بعد كنخليوها تسقطر. عندي حب العدس حتى هو، يعني كانوا هادو هما المكونات اولا الاغلبيه ديال المكونات باش كنستخدم. فهنا كنجي باش نخلط. هنا اول حاجه عندي واحد الذروه ديال الجمل، تقريبا كانت عندي هنا كيلو لا روب، ذوبتها قطعتها طريفات صغار، ذوبتها عاد كنوليو نصفيوها. وغادي نبداو نزيدو في الباقي المكونات اللي هي زيت العود، تقريبا مشات ليا هنا 2 لتر ديال زيت العود، قرعه ديال نيتيلا كبيره ديال كيلو،
عندي هنايا حبوب اللقاح وطالع الناخل. طالع الناخل البنات راه كنديرو غير واحد الكمية قليلة حيت شوية مجهد. بالنسبة لحبوب اللقاح اللي بغاهم حتى هما راه متوفرين عندي سواء بالجملة أولا بالتقسيط، اللي بغا شي حاجة مرحبا. أنا غنخلي لكم الانستغرام ديالي وغنخلي لكم نيميرو التليفون باش حتى الناس اللي بغاو يكومونديو اللحظة يجيو مرحبا وألف مرحبا. بالنسبة للثمن ديالها راه ناقص بحكم أن حاليا دايرين بروموسيون فيهم. كيما شفتوا هنايا درت كيلو ديال نوتيلا. العسل اللي خدمت به كان عسل ديال الليمون ماشي العسل العادي. وكنبداو نحركو وكنميلونجيو المكونات كاملين باش يدخلوا بعضياتهم مزيان. وانا كنحرك وانا كنزيد يعني في زيت العود كنزيد في العسل حتى كنحصل القوام اللي انا باغا. بالنسبه للعسل حتى هو كلات مني 2 كيلو ديال العسل يعني 2 كيلو ديال زيت العود، قرعة كبيرة ديال الشوكولات، وخدات مني نوتيلا كبيرة، والكراميل يعني 250 غرام. كانوا هادو هما الإضافات اللي زدت في الآخر اللي جمعت بيهم. كما كتشوفوا وانتوما تميلونجيو في اللحظة كتلقاو دوك الطريفات اللي قلت لكم كيزيدوا في ديك اللذة. صافي هنا كنت كملتها وغندوز باش نعبئ القريعات كناخد هادو ديال البلاستيك حاليا بحكم انهم كيحافظوا ليا على ديك اللحظة ما تمشيش تهرس مع الطريق وداك الشيء حيت كنليفرو تقريبا المغرب كامل. صافي من بعد ما عمرت القريعات اول حاجه كانوا مغسولين بليله قبل ومنشفين بوحدهم حتى الغد اللي هذا وليت خدمت بهم. زوقتنا بالكركاع اللوز كاجو شويه ديال الشوكولا. وكان هذا هو المنظر اولا الشكل النهائي ديال اللحسه ديال اليوم. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اللي بغى اي حاجه مرحبا والف مرحبا. كلشي كتشوفوه بعينيكم. هادشي اللي كتشوفوه هو اللي كيكون في المنتوجات وما كنزيدو لا فانيد لا حتى شي حاجه. والله راه كيشوف. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.